هدف، طموح، نجاح. مشوار النيل بدأ بخطوة، أوله حلم وآخره فرحة، وفرحة تحقيق الذات أحلى فرحة. وعشان تدوق النجاح وطعمه لازم توصل للطريق الصح، بأسهل طرق للسعادة هنمشي عليها وهنلاقيها. وعشان بكرة أحلى لازم بيك يحلى. معانا وبس هنفتح كل يوم بمفتاح من مفاتيح النجاح في برنامجكم طعم النجاح مع هبة الإتكاوي على إذاعة علشان بلدنا. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجنا طعم النجاح، تقديم وإعداد هبة الإتكاوي. نصيب الإنسان موجود بين يديه، فرانسيس بيكون. هنبدأ حلقة النهاردة وهنفتح بأول مفتاح، مفتاح الدوافع. تعالوا نعرف يعني إيه دوافع، وإزاي يكون عندي الدافع لعمل شيء، والأهم بقى إزاي أقدر أحافظ عليه وأنميه. الدافع هو الشيء الذي يدفع للإنسان للتصرف والحركة. خلوني أوضح لكم أكتر بمثال. قصة أحد حكماء الصين وسألوا شاب: تقدر تقولي إيه سر النجاح؟ رد الصيني وقال له: سر النجاح هو الدافع. فالشاب قال له: وبتيجي منين الدوافع؟ قال له: بتيجي من الرغبات القوية اللي جواك. فسألوا الشاب: واعرف منين إن الرغبات عندي قوية؟ وهنا بقى استأذن الحاكم ثواني ورجع بإناء مليان مية، وطلب من الشاب يقرب ويبص في الإناء. وفعلا الشاب عمل كده وقرب من الإناء، وفجأة ضغط الحاكم بقوة على راسه لحد ما غرق وشه في المية. رد فعل الشاب كان في الأول ضعيف، وبدأ يقوى ببطء، وفي الآخر رفع راسه بقوة وخرج من الإناء. وده رد فعل طبيعي للشاب، لأنه حس إنه هيتخنق هيموت. هو ده رد فعل، هو ده الدافع اللي عنده، هو ده رد فعل الشاب. والتجربة دي تعلمنا وبتقول لنا إن الدافع عندك فعلا، بس لما انت تكون عاوز تعمل حاجة وقتها هتقدر تعملها حتى لو كانت ايه باللازم. عندما تكون لديك الرغبة المشتعلة للنجاح فلن يستطيع أحد إيقافك. فالتجربة بتثبت إن لولا إن الدافع اللي عند الشاب زاد قوي وحس إنه هيموت وهيتخنق، فعمل أقصى جهده عشان يفضل عايش، وده دافع البقاء. فالرغبة هي أول قاعدة للنجاح، هي غرس البذور في أرض النجاح، وسر النجاح هو الرغبة والدوافع. مرة تانية بنرجع ولسه مستمرين معاكم في الكلام عن الدوافع. والعالم النفساني إبراهام ماسلو بيقول: أهم الدوافع للإنسان هو دافع البقاء. دافع البقاء هو اللي بيجبر الإنسان على إشباع حاجاته الأساسية: الأكل، الشرب، التنفس. الطعام والمية والهواء دي حاجات أساسية، يعني لو حصل فيها أي تقصير على طول المراكز العصبية بتبلغ الجسم بإشباع الرغبات. هو ده دافع البقاء. نوضح أكتر بمثال. لو راجع من شغلك مرهق قوي من يوم عمل طويل ومش قادر، وقررت تسترخي شوية قدام التلفزيون، وفجأة سمعت صوت: حريقة حريقة الحقونا. طبيعي جدا هتقوم بأقصى سرعة وأقصى طاقة عندك من المكان ده عشان تلحق نفسك، أو عشان تفادي نفسك بمعنى أصح. جبت منين السرعة دي؟ الطاقة دي كانت مستخبية فين؟ بعد ما كنت تعبان ومرهق وخلصان. هو ده دافع البقاء. نفس النظام لو انت بتعدي طريق سريع ولمحت فجأة عربية نقل متجهة ناحيتك بسرعة، هيكون تصرفك ايه؟ اكيد طبعا هتجري بأقصى سرعة عشان تفادي نفسك. هو ده دافع البقاء. وأمثلة كتير بتحصل لنا في حياتنا اليومية، بس احنا منبقاش واخدين بالنا ان ده دافع نابع من جوانا. بالله عليك تخيل معايا كده، لو عندك كل ده من الحماس، وكل دي شعلة جواك، وكل دي قوة وطاقة،
بذمتك هتقدر تحقق قد ايه من اللي بتتمناه؟ فاصل وراجعين. بنكمل معاكم النوع التاني من الدوافع، وهو الدوافع الخارجية. الدافع الخارجي دايما بيجي من العالم اللي حواليك، ممكن يكون محاضر ليك، وممكن يكون حد من أسرتك أو أهلك، ممكن يكون حد من صحابك. لكن مشكلة الدافع الخارجي إنه بينتهي مفعوله بسرعة. يعني لو سألتكم يا شباب ويا بنات اللي بتسمعوني دلوقتي، حضرت قبل كده محاضرة تنشيط الدوافع النفسية عندك وعشان تنميها ولا لأ؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فقد إيه مقدار حماسك بعد أول أسبوع؟ قد إيه مقدار حماسك بعد شهر؟ وقد إيه بعد 6 شهور؟ بالتأكيد هتلاقي الإجابة بإن درجة حماسك بتقل، في الانخفاض. وده طبيعي جدا. عارفين ليه؟ عشان بعدنا عن الدافع، وعشان كان دافع خارجي. وده اللي بنتكلم عنه، إن الدافع الخارجي بينتهي بسرعة. وللأسف إحنا بنعتمد اعتمادنا الأكبر على الدوافع الخارجية، على الرغم من إنه بيختفي بسرعة. عارفين ليه؟ علشان هو اعتمادنا الأكبر. الإنسان دايما بطبيعة الحال بيحب يسمع كلمة شكر من الناس، سواء من صحابه أو من رؤسائه في العمل. دايما بيحب يوصل لرضا الناس وتقديرهم. بس ده ممكن يأثر عليك بالسلب بعد كده، بإنك تعمل حاجات ضد رغباتك عشان ترضي الناس بيها. فبلاش تعتمد اعتمادك الكلي على الدوافع الخارجية. خلينا نسألكم، لو رئيسك في الشغل قابلك بابتسامة لطيفة، ده هيكون تأثيره ايه عليكي في يومك؟ أكيد هتكوني سعيدة ومتفائلة. لكن لو قابلك وحصل العكس، وقابلك مقابلة جافة شوية، هتفضلي طول اليوم مخنوقة ومتضايقة وحاسة ان في حاجة غلط، وانك مش واثقة في نفسك، وانك قدرتك قلت، وانك احبطتي. حاجات كتيرة كده هتترتب عليها. هو ده بالظبط اللي بنتكلم عنه. نحن دائما نحتاج لرضا الآخرين، ونحب دائما أن نكون مقدرين، ونريد أن ينظر الناس إلينا نظرة احترام حتى نشعر بقيمة أنفسنا. طب ليه؟ ليه وانت بإيديكي أصلا تدي ده لنفسك؟ وانت بإيديكي تقوي نفسك وتقدري نفسك أكتر وأكتر وأكتر من أي حد بره ما يقدرك. عارفين؟ فكرتوني بواحدة صاحبتي أخذت بالنصيحة إن هي ما تتبعش الدوافع الخارجية زي أصحابها أو أهلها، أو إن حد يبتسم في وشها فتفضل متفائلة طول اليوم. وبدأت هي نفسها تقوي نفسها من جواها، تدي الدافع اللي جواها ده هي نفسها اللي تديه. بقت كل ما تنجز عمل وتقوم بعمل حاجة صح وتحقق هدف ليها، تقوم نفسها عليها، تعزم نفسها على العشاء، تشتري لها هدية، تشتري لها عقد جديد، باقة ورد جميلة. وبالطريقة دي تحمس نفسها أكتر وأكتر وتشجعها كمان على الاستمرار. انت كمان تقدر تعمل ده وأحسن. هتلاقي فرق كبير في درجة حماسك. بدل ما تستنى حد هو اللي يشجعك أو هو اللي يديك الدرجة دي أو الدافع ده، اديه انت لنفسك مادام انت قادر. نظرات الآخرين لنا هي التي تهدمنا. ولو كان كل من حولي من العميان ما عدا أنا، لما احتجت لثياب أنيقة، ولا لمسكن جميل، ولا لأثاث فاخر. بنيامين فرانكلين. ورجعنا من آخر فاصل في برنامجنا، وآخر نوع من أنواع الدوافع وهو الدافع الداخلي. ومن اسم الدافع الداخلي
إنه نابع من جواك، وده أقوى أنواع الدوافع وأكثرها بقاء، بحيث إن أنت اللي بتدفع نفسك وبتقود نفسك لتحقيق أهدافك. واتكلمنا عن جزء منه قبل الفاصل. يعني لو حد منكم حب وفكر بإنه يتدرب في نادي معين، واتفق مع حد من أصحابه إنه يصطحبه بالطريق ليه، وإنه كمان يشجعه إنه يتدرب معاه، وعلى آخر لحظة صاحبك اعتذر عن المشوار لسبب ما، ايه يا ترى هيكون رد فعلك؟ هتروح لوحدك ولا هتكنسل المشوار؟ انا متأكدة ان دفعك اللي جواك اللي عاوزك تبقى كويس، وعاوز جسمك اقوى، وعايز صحتك بافضل حال، هيخليك تروح ولوحدك. اوقظ المارد النائم جواك. وبرضه هضرب لكم مثال بسيدة كانت متجوزة وعندها 5 أطفال، وعلاقتها بزوجها كانت على ما يرام. كانت بتهتم ببيتها وبتهتم بيه وبتراعي بيتها قوي، وما كانتش بتشتغل، وبتهتم بشؤون رعاية الأطفال والمنزل والزوج. وفجأة زوجها سابها وارتبط بواحدة أخرى، وبدل من هي تقعد تبكي عليه وتحزن على إنه سابها ب5 أطفال، تحدت نفسها وتحدت الأيام، وبحثت عن عمل صغير، واشتغلت عاملة نظافة في فندق صغير، وبجهدها الذاتي وبمجهودها ودوافعها الداخلية في أقل من 5 سنين بس أصبحت مالكة للفندق ده. شفتوا قد إيه الدوافع بتعمل نتيجة؟ شفتوا انت قد إيه جواك قدرة هائلة ممكن من الطموح ونجاح تحققه؟ انت جواك مارد، حاول تستفاد منه، حاول تنجز وقتك بيه، حاول تنميه وتقويه. وبإذن الله الحلقة الجاية هنعرف ازاي ننشط الدوافع، وازاي ننميها، وازاي نعرف نستخدمها ونتمرن ان احنا ننميها ازاي. فالدوافع هي السبب في أن يقوم الشخص العادي بعمل أشياء على أعلى من المستوى العادي. هي النور الذي يشع من أنفسنا، هي المارد النائم بداخلنا في انتظار أن نوقظه. ما يوجد أمامنا وما يوجد خلفنا يعتبر ضئيل جدا بالمقارنة بما يوجد بداخلنا. استمر في حماسك المشتعل، وتذكر دائما: عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. دكتور إبراهيم الفقي. خلصت حلقتنا بسرعة، استنونا الحلقة الجاية ونكمل معاكم مفتاح الدوافع. كنتم مع هبة الإتكاوي في برنامجكم طعم النجاح. حلم، هدف، طموح، نجاح. مشوار النيل بدأ بخطوة، أوله حلم وآخره فرحة، وفرحة تحقيق الذات أحلى فرحة. وعشان تدوق النجاح وطعمه لازم توصل للطريق الصح. بأسهل طرق للسعادة هنمشي عليها وهنلاقيها، وعشان بكرة أحلى لازم بيك يحلى. معانا وبس هنفتح كل يوم بمفتاح من مفاتيح النجاح في برنامجكم طعم النجاح مع هبة الإتكاوي على إذاعة علشان بلدنا.